بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي قال لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. إخواني، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أعضاء الأغلبية الثابتين، السلام على شباب الحراك الصادقين. إخواني، خروجي عبر هذا المقطع لأؤكد لكم بأن حجاب الهاجري ثابت، وبأن حجاب الهاجري عند رأيه ومبادئه ومتمسك فيها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. إخواني، أؤكد لكم أن السجون والمحاكمات السياسية والتهم الكيدية والباطلة لا يمكن أن تخيفنا، ولا يمكن أن تعيق مسيرتنا للإصلاح ولفضح الظلمة ومحاربتهم. إخواني، خروجي اليوم ليس لأجل أن أتحدى هذه السلطة، لأنه عيب علينا أن نتحدى سلطة تنفيذية وتشريعية فاسدة، ولأني أعلم بأن النصر قريب، وبأننا بإذن الله سبحانه وتعالى ماضين حتى أن نحاسبهم جميعا ونستعيد الكويت ونعيدها إلى مكانها رائدة في جميع المجالات. إخواني، قال الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أعلم أنه أسدل الستار اليوم عن محكمة الدنيا، ولكن عزائي في محكمة الآخرة، والقاضي فيها الله سبحانه وتعالى أرحم الأرحمين، والشهود فيها الملائكة عليهم منا السلام والتحية. إخواني، أريد أن أوضح لكم ما يحدث مع حجاب الهاجري وما يحدث من ممارسات وقمع لأصحاب الرأي ولأصحاب المطالبة بالإصلاح ما هو وليد الصدفة، ولكن أمر مدبر له. لا تنسون قتل الميموني، ولا تنسون قتل البناي، ولا تنسون ضرب الحرائر في المسيرات، ولا تنسون قمع وضرب حرائر الكويت من إخواننا البدون اللي يضربوهم في الصليبية وتيمة. هم يريدون إلجام أفواهنا، هم يريدون تخويفنا وترهيبنا بالمعتقلات والسجون، ولكن لن يكون لهم هذا بإذن الله، لأننا صادقين ولأننا نعلم بأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. إخواني، صحيح أني اليوم بعد أن أسدل الستار عن محكمة الدنيا خسرت وظيفتي في مؤسسة البترول، وخسرت مقعدي الجامعي في كلية الحقوق، ولكن عزائي أن الله سبحانه وتعالى سيعوضني بإذن الله خيرا منها. إخواني، أريد أن أوضح لكم أن بعض الناس يحاول أن يوهم الرأي العام بأن الشباب وقود تستعملهم المعارضة في حربها مع السلطة. أقول لهم: والله ما صدقتوا، حنا ما احنا وقود، حنا الجنود اللي راح نحارب الظلمة والفاسدين، حنا اللي قال فينا الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما نصرت بالشباب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على الشباب في الحروب والغزوات، وكان معوذ ومعاذ أعمارهم 16 سنة و17 سنة يقودون الجيوش. لذلك أريد أن أدخل في الموضوع مباشرة وأوضح لكم معطيات هذا الحكم الصادر، وأوضح لكم كذب وزيف جهاز المباحث الجنائية وكذب ادعاءاته وكذب التهم التي ألصقها بنا. إخواني، استدعاني جهاز المباحث الجنائية بتاريخ 13/11/2012 ووجه لي تهم الإساءة للذات الأميرية والطعن علنا في ذات الأمير وتقويض نظام الحكم والانقلاب عليه. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ظهر اليوم للشعب الكويتي من هم المتآمرون ومن هم الانقلابيون اللي يديرون ويخططون ويريدون للكويت السوء في الخارج، وبعض أذنابهم يعمل داخل الكويت. والحمد لله أننا على وضح النقا، والحمد لله أن ما نخش شيء ونتكلم قدام أبناء الشعب الكويتي، لأننا واثقين من أنفسنا. إخواني، أسألكم بالله العلي العظيم، هل تمت محاسبة أصحاب الإعلام الفاسد؟ هل تمت محاسبة بعض أبناء الأسرة اللي يطعن ويشكك ويضرب في ولاء أبناء الشعب الكويتي؟ بل هم محميين من وزارة الداخلية. وللأسف أن الفاسدين قاعدين يضربوننا من خلال السلطة التنفيذية ومن خلال السلطة التشريعية. ولكن عتبي عندما حولنا للنيابة العامة، النيابة العامة دخلت طرف ضد
كأنها ضد أبناء الشعب الكويتي، وبعد ما صدر عليه حكم الدرجة الأولى بالسجن 2 مع وقف النفاذ، النيابة العامة استأنفت وطلبت التشديد عليه، وحكم عليه بتاريخ 9/10 من محكمة الاستئناف بالسجن 2 مع الشغل والنفاذ. وبعدها قدم فريق الدفاع ممثل بالأستاذ حمود فهد الهاجري الطعن على الحكم لمحكمة التمييز، و9 شهور كاملة ما راعت المحكمة ظروفي كطالب وكمعيل الوحيد لأسرتي، وحددوا لي جلسة التمييز بتاريخ 11/5، وحضرت كما قلت في المقطع السابق مرفوع الرأس، ولأني أعلم أني ما أخطأت ولا تجاوزت القانون والدستور، وأنا في الأول والأخير طالب قانون وطالب دستور، وأعي ما أقول وأعلم حدودي القانونية والدستورية، وأنا أصلا وأبناء الشعب الكويتي من أبناء الحراك نطالب بالمحافظة على الدستور والقانون، فما يمكن أن نتجاوز الدستور والقانون في الإساءة لسمو الأمير. أو المهم، بعد حضوري لهذه الجلسة بتاريخ 11/5 قامت المحكمة بالإفراج عني بكفالة 1000 دينار، والكفالة معناتها اللي أفهمه منها أنا أن البراءة أقرب لي من الإدانة، لأن لو كان على الإدانة كان حجزت، ما طلعت بكفالة عموما. وبعدها حجزوا القضية لتاريخ 25/5/2014، وعندما وصلنا إلى تاريخ 25/5 قاموا بمد أجل الحكم لتاريخ 15/6، وبعد أن وصل تاريخ 15/6 حكم علي بالسجن 2 مع الشغل والنفاذ. ولكن أنا بتكلم لكم وبيوضح لكم ليش المحكمة خذت ادعاء ضابط المباحث الجنائية اللي يقول إني أقصد في التغريدة الإساءة لسمو الأمير. هل يعقل أن يتم التغافل عن القاعدة الدستورية اللي تقول وتنص على أنه لا جريمة إلا بنص، وأنا في التغريدة ما ذكرت اسم سمو الأمير؟ وهل يعقل أن المحكمة تغفل عن القاعدة القانونية والدستورية اللي تقول الشك يفسر في صالح المتهم؟ ما ممكن أن ضابط المباحث بيني وبينه خلاف، أو ممكن أنه يعرف أحد بينه وبيني خلاف لذلك اتهمني بالتهم هذه الكيدية والباطلة. هذه قاعدتين دستوريتين وقانونيتين تغافلت عنها المحكمة، والأهم المحكمة تغافلت عن دفاعي، وتغافلت عن ترافع فريق الدفاع عني، وتغافلت عن ترافعي أنا عن نفسي، وما راعت الظروف الاجتماعية. أنا طالب في كلية الحقوق وموظف في شركة البترول، وسجلي الجنائي أبيض ونظيف، أنا ما علي سوابق ولا علي شيء. المحكمة تجاهلت هذه الأمور كلها، ولكن عزاءنا في الله سبحانه وتعالى، وإلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، غدا عند المليك إذا التقينا ستعلم فينا من الظلوم. إخواني، أريد أن أوجه لكم رسالة: استمروا وانزلوا للشارع، فالدستور كفل لكم حق التظاهر السلمي. افضحوا الظلمة وافضحوا الفاسدين، ولا تأخذكم فيهم رحمة ولا شفقة، ولا تخافون في الله لومة لائم. وما لكم شغل بالمخذلين والمحبطين، وما لكم شغل في الإعلام الفاسد، وما لكم شغل في الشيوخ الفردات، وما لكم شغل في بعض من يدعي أن عنده علم شرعي وهو قاعد يأكل بعلمه الشرعي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة شرعية لا يجب أن تعطل، ولا يجب أن نسكت عنها ونحيد عنها. لذلك يا أخوان، استمروا، فأملنا بعد الله سبحانه وتعالى فيكم وفي جهودكم الطيبة والمباركة. لا تأجلون حراككم لأجل ظروف الجو وما الجو، ولا تأجلون حراككم لأجل رمضان وما رمضان، فمحاربة الفاسدين عبادة، وقول كلمة الحق عبادة. وأخيرا أريد أن أوجه رسالة إلى أمي حفظها الله وأطال في عمرها وعانني على برها: يمه لا تحزنين، وأقول لك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عمارة: من يطيق من تطيقين يا أم عمارة، من يطيق من تطيقين يا أم عمارة. وأنا أقول لك يا يمه: من يطيق من تطيقين يا أم حجاب. ولكن اصبري واحتسبي ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أنت ربتيني على قول كلمة الحق، وبإذن الله إني عند حسن ظنك، وما حارب ولدت وما حكموا عليه بهذه الأحكام إلا إني بفضل الله سبحانه وتعالى موجعهم. وأحب أن أوجه رسالة لأبوي. وبعض الناس يحاولون يوهمون الناس أن حجاب الهاجري بينه وبين أبوه خلاف. لا والله،
الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى نعلم حدودنا الشرعية، ونعلم أن رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى. أبوي الله يطول في عمره ربانا على قول كلمة الحق، ولما جيت أنا لأبوي قلت له يا يبا أنت رأيك مع السلطة ورأيك مع الحكومة، وأنا رأيي مع المعارضة، وهناك عدد كبير من أصحابي في السجن وفي المحاكمات، يبا أنا ما راح أخليهم ولا راح أغير رأيي ومبادئي، وهذه أمور دنيوية وهذا مجال سياسي. قال لا يا ولدي، خلك على رأيك وخلك على اللي أنت تشوف أنه صح وامش فيه، وامش ما دام يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي قناعاتك وضميرك. فأقول لأبوي جزاك الله عني خير الجزاء، واسأل الله أني أبرك، واسأل الله أني أكون عند حسن ظنك. وأخيرا أقول لأمي صحيح أن الله سبحانه وتعالى ما عطت إلا ولد واحد، أنا ما عندي لا أخوان ولا أخوات، ولكن ثقي تماما يا أمي الغالية أن ولدت عن 1000 بإذن الله، وعزيمته وإرادته ما راح تنكسر، وبإذن الله يا يمه أني راح أكون عند حسن ظنك، وبإذن الله أنهم ما راح يزعزعوني ولا راح يخوفوني بالسجون. فأنا موكل أمري لله سبحانه وتعالى. والله يقول ودع آذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وأخيرا أوجه لأبناء الحراك ولأبناء الشعب الكويتي كافة خير التحية، واشكرهم على مشاعرهم الطيبة وما يستغرب عليهم، فأنا منهم وهم مني، وبإذن الله أني مستمر، ولو طال ليل الظلام سيشرق فجر الحرية وفجر الكرامة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشلى بقيد الإماء، سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح